يبدأ الفيلم ببويكا وهو بيعاتب نفسه على غلطة عملها زمان، ويقول إنه ما يستحقش يحلم بسبب مشواره القتالي، ويدخل القتال وسط تشجيع الناس. تبدأ الجولة وبينهي عليه بضربة واحدة علشان ينتصر بويكا، ويبدأ جزء جديد من بويكا اند سبيتد فور. ونروح بعدها سجن جديد الحراسة وقت ما الناس بتهتف متحمسة، وبنشوف الشرطة وهي جايبة كشمار لاعب متوحش ماسكينه بسلاسل وبيجروه لحد الحلبة، وبنعرف قد إيه هو مقاتل خطير جدا، وخصمه بيكون متوتر جدا، ويتم فك القناع والسلاسل عن كشمار وبيطلع للمقاتل، وبيكون واضح جدا الفرق بينهم، واللي مش بيتأثر بأي من ضربات خصمه، ويشيله ويرميه على الأرض، وينتهي القتال لصالح كشمار. بعدها بنشوف بويكا رايح للكنيسة والقس بيقابله وبيشكره، ويجي مدير أعماله وبيعرفوا إن في بطولة أوروبية في بودابست، وإن مشاركته فيها هتكون حاجة عظيمة جدا لأنها بطولة قانونية، لكن لازم يخوض قتال قبلها وهو اللي هيحدد هيشترك في البطولة ولا لأ. بيوافق بويكا، وقبل ما يدخل القتال مدير أعماله بيحذره من خصمه، لكن بويكا بيقوله إنه لا يقهر، وبيسيبه ويدخل ساحة القتال وسط هتافات الجمهور باسمه. ويبدأ القتال وبويكا بيتصدى لضربات خصمه ويضربه بكل قوة. خصمه بيحاول يضربه لكن بويكا بيتفاداه ويضربه بكل قوة ومش بيقدر عليه، ويبان إعجاب المنظمين ببويكا اللي بيكون لا يقهر، ويضربه بكل قوة وصلابة ويهزمه وينتصر عليه. لكنه بيقوم تاني بيسدد له ضربات قوية بتوقعه على الأرض علشان ينتصر بويكا، وينزل وسط احتفال وهتاف الناس بيه. وبيجيله المنظمين بعدها بيعرفوه إن تم قبوله في بطولة بودابست، وإنه أصبح دلوقتي ليه فرصة علشان العالم كله يتعرف عليه كمحترف فنون قتالية أو ينتهي أمره للأبد. بعدها بيشوف خصمه وهم ناقلينه للمستشفى، ولما بيسأل ايه حصل له بيعرف ان جاله ارتجاج في المخ. بيبان على بويكا الصدمة وما بيعرفش ينام الليل بعدها، ويروح لمدير اعماله تاني يوم يسأله على خصمه. بيتفاجئ انه مات، ويقوله المهم انك فزت، ما يهمناش ايه اللي حصل له. لكن بويكا بيكون مصدوم وبيطلب يشوف حاجته الشخصية، فبيلاقي فيها جواب كاتبه لحبيبته، فبيطلب جواز سفر، وبيبقى هيضرب المدير بتاعه علشان يسيبه يروح لروسيا، رغم انه بيفكروا ببطولة بودابست وانه مطلوب للعدالة هناك في روسيا. هو اثناء تأدية الصلاة في الكنيسة بيوصل زو ويكون رجل اعمال ونظراته مش مريحة خالص، وألما مرات فيكتور اللي انهزم من بويكا بتقابله بعد الجنازة وبيعرفها انها مدينة ليه بفلوس كتير، في الوقت اللي بويكا بياخد اوراق رسمية تم تزويرها وبيقدر يوصل بيها الحدود ويدخل روسيا بسلام، ويوصل للفندق المتواضع اللي تم حجزه، وبيطلع جوابات فيكتور، وبيروح لألما مراته وبيتعرف عليها بويكا من بعيد. في اللحظة اللي بتوصل فيها عربية وبينزل منها بادي جارد ويروح ياخد ألما وبيرجعوا للعربية سوا. بعدها بويكا بيقول للأمن إنه عايز يتكلم معاها، فبيعرفوا مكان شغلها، وبيوصل بويكا لمكان شغلها واللي بيكون عبارة عن ساحة للفنون القتالية. وبيستغرب بويكا في الوقت اللي زو بيتابع القتال على الكاميرات، والقتال بيكون شديد جدا وينتهي بكسر رجل الخصم وتدمير مستقبله، وبويكا بيبص عليها في كل مكان، واخيرا بياخد باله منها، واللحظات بيركز معاها بويكا ويروح يقول لها انه عايز يتكلم معاها. بتعرفه انها في الشغل ومش فاضيه، في الوقت اللي بيوصل فيه الامن ويطلب منها يسيبها ويمشي. بويكا بيأكد له انه كان عايز يكلمها وبس، فبيظهر سلاحه وبويكا بيخرج معاهم، وزو بيكون متابع في الكاميرات وألما بتكون شايفاه. ولما بيطلعوا بره بيقول له ان دي تخص الزعيم، وبيقول للرجاله ترميه بره. وقتها بويكا بيهزمهم في لمح البصر وبيعلم عليهم وبياخد السلاح من التالت وبيفضيه. وقتها بيظهر زو وبيقوله انت هتقاتل هنا في حلبتي. بويكا بيرفض وبيقوله انا ما جيتش علشان اقاتل، وبيعرفوا انه كان عايز يتكلم مع ألما. بيرفض زو ويقوله انها تخصه وان المدينه كلها تخصه، وبيمشي بويكا ويقول زو لرجالته لازم تراقبه وتحطه تحت عينيها. وتاني يوم بيروح لألما، لكن الامن بيمنعه، فبيوقعه ببوكس واحد وبيدخل ليها وبتطلع تتكلم معاه، وبيعرفها انه معاه جواب من فيكتور ليها وانه اسف جدا على اللي حصل له، وبيسالها اذا كان زو مضايقها، فبتعرفه ان فيكتور خد منه كارد علشان يعمل نادي للقتال، لكنه مات وهي دلوقتي عليها انها تسدد المبلغ ده. وبيعرفها انه قاتل فيكتور في اخر ليله في حياته وانه مات نتيجه حادثه. بتحزن جدا ألما وبتقوله لو في امكانه يرجعه من الموت ليها، وبترمي الفلوس في وشه وبتقوله يرحل مكان ما جه وانها مش عايزه تشوفه تاني. بيخرج بويكا في الوقت اللي زو متضايق من اللي شغالين معاه، وبيقول لدراعه اليمين ان عايز مقاتل بجد، مقاتل يبهره بقتاله. وقتها بيقتحم بويكا الصاله بتاعته، بيفرح زو بيقول له قبلت عرضي اخيرا، فبيساله عن دين ألما. بيقول له نصحتك تمشي
بتاعتي وملكش دعوة بيها لأن دينها أكبر من إنك تسدده. فبيعرض عليه بويكا إنه يقاتل لحسابها، وبكده يكون تم سداد دينها بالكامل. فبيتفقوا على إنه يلعب 3 مباريات فقط، وبويكا بيقول له ال3 في أسبوع واحد، كل مباراة بعدها يوم راحة. بيقول له بس بشرط تهدم مقاتلي الأول، واللي بيكون بيتوعد لبويكا، وبويكا بيقول له خليك على حماسك ده لحد ما نتقابل. وزو بيقول له ما تقلقش يا بويكا، البلد بتاعتي والشرطة تحت أمري. وبكده بيعرف إنه عارف القصة بتاعته كلها. بيخرج بويكا ودراعه اليمين بيقول له أنت جايب واحد من الشارع يلعب باسمك. فبيقول له أنت مش عارف الأسطورة، مش عارف مين يوري بويكا. بعدها بيتصل بمدير أعماله ويقول له أجل التذكرة الأسبوع كمان لأنه مشغول شوية هنا. بيخرج بويكا يلاقي ألمة في وشه وبتطلب منه يمشي، وإنها مش عايزاه يقاتل علشانها، لكنه بيعرفها إنه هيقاتل علشان يحررها من زو، وإنه مش عايز يمتلكها لكنه عايزها تبقى حرة، وده أقل شيء يقدر يقدمه ليها. بتستغرب ألمة إنه قطع المسافة دي كلها علشان ينقذها، فبيقول لها إنه جه علشان ينقذ نفسه. بتسيبه وتمشي. بعدها بيدخل بويكا ويتمرن، وواحد من المقاتلين بيروح يقول له ما تستخدمش البوكسنج. فبيمشي بويكا وهو بيمسك كتفه، فبيقضي عليه بضربة واحدة. بعدها بيدخل بويكا أثناء تقديمه للحضور، وبيتم بدء القتال بينهم، والكل مترقب وخصمه مش بيعرف يلمسه. وبويكا بيضربه بقوة، وألما بتكون منبهرة بيه. بويكا بيضرب خصمه بكل قوة، وزو بيتابع ومستمتع جدا، وبيعمل باكورد قاتل بيقضي فيه على خصمه. وقبل ما يقتله خالص بيفتكر فيكتور، فبيوقف اللعب، وبكده يكون انتصر. وزو بيقول لألما تقدم له مشروب، فبتروح له ألما وبتقدم له مشروب يشربه، وبيسألها وقتها عن مكان يتمرن فيه. فبتقول له يجي لها مركز التدريب بتاعها، وبيروح فبيدخله مكان خاص بفيكتور زمان، وبيتمرن والأطفال بتيجي تتفرج عليه أثناء التمرينة. بتحاول تمشيهم، فبويكا بيقول لها تسيبهم. بعدها بيروح يشرب وبيتأسف لها على الإزعاج، فبتقول له بالعكس اشتقت لوجود أحدهم هنا، فيكتور كان بيتدرب ليل نهار. بعدها بيبدأ الرهان على مباراة جديدة، واللي بيقاتل فيها 2 ضد بويكا. وزو بيقول له افتكر يا بويكا المكان مكاني والقواعد قواعدي. وبتبدأ المباراة وبتكون قوية جدا، وبويكا بيتصدى لضرباتهم ويضربهم بكل قوة. وتشوفوا ألما وهو بارع في القتال، بيقضي على واحد ويتصدى للتاني، فالتاني بيضربه على ظهره. بيتألم بويكا وبيبص لألما ويكمل القتال بقوة، وبيقضي على الأول وبيكمل على التاني، وينط وينهي أمره بضربة، وبكده يكون قضى عليهم وانتصر كعادته. بتفرح ألما، وزو بيقول لمقاتله يجهز نفسه. بعدها زو بيتكلم مع ضابط قذر وبيديله رشوة علشان يجيب كشمار اللي شفناه من شوية في الأول، وبيعرفه إنه هيكافئه بتسليم سجين هارب بعد المباراة، وهو يوري بويكا. في الوقت اللي بيروح بويكا المكان التدريب وبيكون باين عليه التعب، بتيجي ألما وبتقوله إن فيكتور كان دايما بيتدرب بعد القتال مباشرة زيه، وبتديله مرهم علشان يدهن ظهره، وتطلب منه ينسحب ويسيب البلد ويهرب، وتترجاه ما يضيعش نفسه زي فيكتور. ولكن بويكا بيصمم يكمل التحدي، فبتقوله انت مش مضطر انك تقاتل علشاني، تقدر تسيب المكان وتمشي في اي وقت. فبيقول لها طب وانت ليه ما تمشيش من هنا؟ بتعرفه ان المكان ده كان حلمها هي وفيكتور، وان هدفها تهتم بالاولاد هنا والا هيكونوا عصابات زي الباقيين. وبتسيبه وتمشي، وبيتاكد زو ان رجالته عينيها على بويكا وكمان ألما. وبعدها بيروح لألما، ولما بيحاول يلمسها بتطلب منه ما يقربش منها. فبيسألها حبيت بويكا؟ بتقوله ملكش علاقة ببويكا. فبيفكرها ازاي قتل جوزها، وبيقول لها انه حيوان ما عندوش مشاعر، لكنها بتقوله انها كانت حادثة، وبيحاول يقرب منها اكتر فبتمنعه. وقتها بيرميها وبيمشي، وهو بيقول لها ان بويكا مش هيستمر كتير، وانه هيقتله او هيدخله السجن. تاني يوم بيتمرن بويكا وبيجري شوية في المدينة، وبيجيله تليفون من مدير أعماله بيعرفه إن الجمهور في انتظاره وإن صوره مالية الصحف في كل مكان. بويكا بيأكد له إن هيجوا في ميعاده الليلة، وبيدخل غرفته فبيلاقي ألما في انتظاره، وبتطلب منه يحكي لها إزاي مات فيكتور وهل فعلا كانت حادثة. بويكا بيفضل ما يقولهاش ويعرفها انه مش عايز يجرحها، وان مفيش حاجة يخبيها. بيعرفها انه قاتل في مئات المباريات قبل كده، وان الكراهية كانت ملياه لحد ما ربنا هداه وجه الوقت اللي هيحقق حلمه فيه، وانه كان شايف فيكتور حائل بينه وبين حلمه. بتعيط ألما وبتخرج وقتها، وبويكا بيتحضر للقتال وبيخرج وسط تشجيع الجميع، وبيطلع إيجور ليه ويبص بويكا على الساعة، وبيكون باقي نص ساعة على ميعاد الأتوبيس بتاعه، وبيبدأ القتال. وبويكا بيتصدى لضرباته وبيبادله الضرب
بقوة ويشيله ويرميه، لكنه بيتصدى لضربه ويشيله ويجيبه على الأرض، وبينزل على ظهره بويكا وبيتألم جدا، وإيجور بيركز الضرب على ظهره، لكن بويكا بيفضل يضرب في إيجور ويكسره خالص، وبينط ويديله الضربة الأخيرة اللي بتنهيه خالص، وينتصر بويكا. ونشوف الفرح في عيون ألما، وبيكون باقي 10 دقايق على ميعاد أتوبيسه. بينزل بويكا وسط الجمهور اللي بيهتف باسمه، وبتيجي ألما علشان تبارك على انتصاره، والفرحة مالية عينيها. في الوقت ده بيدخل عليه زو وبيقوله رايح فين؟ لسه بطل الملهى. بيتعصب عليه بويكا وبيقوله انه مش هيقاتل تاني، احنا اتفقنا على 3 مباريات وتموا بالفعل. بيرد عليه زو اتفقنا 3 مباريات ولسه بطل الملهى، والا اتفقنا هيكون ملغي وهتمشي وتسيبها، وهي هتفضل تحت رحمتي للأبد. وألما بتتابع كل ده في صمت، وبيجيله تليفون من مدير أعماله ويقوله آخر فرصة لرحلة بودابست هي الساعة 10، فبيقوله هجيلك في الميعاد، وبيقفل وبيقول لزو فين بطلك اللعين. وقتها بيدخل كشمار الوحش المقاتل، ومأمور سجن بويكا بيكون موجود كمان، وألما بتكون جنب زو، ويبدأ القتال بينهم، وبيبقى بيضربه بكل قوة لكنه مش بيتأثر، وبيمسك بويكا يضربه وبيقلبه على الأرض. فبيقوم بويكا وبيكمل قتال، لكن كشمار بيضربه بكل قوة وبيوقعه على الأرض تاني. وقتها بيكون غير واعي نوعا ما، لكنه بيبص لألما وبيسمع هتاف الجمهور باسمه، فبيقوم من تاني ويضربه كشمار، لكن بويكا عمره ما يستسلم أبدا، فبيضربه بقوة وبسرعة وبيشيله كشمار وبيرميه على الأرض. بويكا بيقوم من تاني وبيضربه بكل قوة وجرأة، وبيطير فكه من شدة الضرب، وبيوقعه وبيحاول يكسر رجله، وكشمار بيفك نفسه، فبيقوم بويكا وبيضربه بكل عنف، وبيوقعه كشمار وبيحاول يضربه، فبيثبته بويكا وبيكسر دراعه، وبينط ويضربه بكل قوة وبيرميه بره الحلبة، وبيصرخ بويكا بكل قوة وبيعلن انتصاره. بعدها بيشوف ان زو بياخد ألما وبيهرب، فبيروح عليه، لكن رجالته بيضربوه على دماغه فبيقع على الأرض، وألما بتصرخ وزو بياخدها بالعافية، وبويكا بيكون شايفها وهم خاطفينها، فبيقوم ويضرب الاتنين ويوقعهم. وزو بيقول له ألما اخترتي حيوان قاتل، في الوقت اللي بويكا بيهزم فيه الحرس وبيضربهم بكل عنف ويموتهم كلهم جوه. فبيضربوا واحد منهم بالنار وينشم بويكا بالعصايه، وبياخد السلاح وبيخلص على التاني. في الوقت اللي بيتحرك زو وبياخد ألما، وبويكا بيضرب نار عليه وبيطارده لحد بره، بيهدده بقتلها لو مرماش السلاح، فبيرميه بويكا. وهنا زو بيقوله انت مجرد حيوان زيك زي جوزها اللي اتعفن في القبر، فبتمسك ايده ألما وبيهجم عليه بويكا، فبيضربه بالنار، وبويكا بيفضل يضرب فيه ويخنقه لحد ما ينهي حياته القذرة. وألما بتسند بويكا وتقوله لازم تروح لدكتور علشان انت مصاب، بيقول لها مفيش داعي، بيعرفها انه انقذها علشان تسامحه في حق اللي عمله في جوزها. وألما بتكون بتعيط ومنهارة، لكنه بيقول لها انه بخير في الوقت اللي بتوصل فيه الشرطة، وبيتم القبض عليه بدون رحمة، وبيسألها اذا كانت مسامحاه وهي بتعيط كتير. وبعد 6 شهور في سجن روسيا بنشوف بويكا وألما بتجيله زيارة، وبيكون بويكا مش مصدق زيارتها، فبتعتذر له انها جت متأخر، وبيعرفها بويكا انه مقدر موقفها جدا. ولما بيسأل عن الأطفال بتوريله صور هم رسموها ليه، وبتعرفه انها جايه تشكره ان رجع لها حريتها وكرامتها من تاني، وتقول له انها مسامحاه. يفرح بويكا وبيشكرها والفرحه ماليه عينيه، وبيدخل السجن المره دي وباين عليه الرضا، وبيكمل مسيرته القتاليه اللي ما بتخلصش ابدا.